السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد ومقارنة جديدة. رجعنا لكم إن شاء الله بمقارنة بين مطعمين مدينة المنزلة، مطعم رشد الكيال ومطعم المبروك. هنجرب دلوقتي المقارنة بين الربع مشكل بين مطعم رشد الكيال وربع مشكل من مطعم المبروك. ده مطعم المبروك، تمام، وده مطعم رشد الكيال. النهارده ان شاء الله هيكون معانا ضيف الحلقه استاذ محمود ابو المعاطي. اتفضل يا استاذ محمود. اهلا وسهلا. هنبدأ بقى دلوقتي إن شاء الله بمطعم الحاج رشد الكيال، ونبدأ نشوف هم مقدم لنا إيه. بسم الله. هذا طبق سلطة، طبق مخلل، 2 طحينة، وده الربع المشكل. في جلافزات بقى عشان الناس اللي بتقرف وكده. طبعا دي المحتويات زي ما انتم شايفين، مفيش معالق مفيش شوك، حتى الجلافزات من عندنا. فهنبدأ بقى نشوف الايه المحتوى. بسم الله. افتح الشاشة. بسم الله. طبعا أنت عارف مش مستنيني أقول رأيي في المخلل، تمام؟ رأيك في السلطة إيه؟ عادية يعني، ما مش جديد، مفيش فيها اختراع ولا حاجة. مع تمام. ان في حاجات بتبقى احسن من كده. ما شاء الله. في هنا 1 2 3 4 ترغيفة. العيش حجمه صغير مقارنة بالمطاعم اللي احنا عملناها قبل كده. بص الكفتة، بص ده كان شكل الربع. متكون من واحد اتنين تلاتة، 3 صوابع كفتة. واحد اتنين 2. اتنين كبار شوية، كباب، وقطعة كبدة. دوق بقى كده ونجيب. بسم الله. هندوق اول كده حاجه كفته من غير حاجه. تسلم. بسم الله. هي طبيعي بارده شويه عشان الاوردر جاي متاخر وكده، او عشان الطريق وكده. لطيفه مقبوله. طعم الشوي باين فيها. دهونها قليله شويه. مقبول. شايفها كويسة خالص. نسبة الدهون حتى مش زيادة زي المرة اللي فاتت. لا، الكفتة بتاعتهم كويسة خالص. تسلم. ضيف بقى وكده. لا، دي حاجه حلوه جدا بالنسبه لي. انا بحب الحاجات اللي فيها ايه دهون زياده. بس طبعا ما ننساش الطحينه. لازم نجرب الكفته بالطحينه، ده عشان ده حته مهمه جدا يعني. لا بس الكباب مستوي كويس خالص. لا بيدوب بصراحه. لا لا، ما شاء الله. كويس خالص خالص يعني. هو نفس الرأي في الكفتة، والطحينة أضافت لها حتة حلوة برضه. لا تعمل أنت في الكبدة عشان أنا ماليش فيها. مبحبش الكبدة أساسا. لا بس الكفتة والكباب لا ما شاء الله كويس خالص يعني. نسبة الدهون قليلة. ريحة الشوى فيها ظاهرة خالص. والطحينة بتاعتهم ممتازة كمان.
تمام. ماشي. هندوق بقى دلوقتي الكبده. ده الكبده كويسه خالص، مستويه مش جامده ولا حاجه لا الاكل كويس خالص يعني. وده مطعم مين؟ رشدي الكيال. رز الكيان. نشوف بقى المطعم التاني. المطعم التاني اللي هو مطعم المبروك، وواضح طبعا فرق التغليف والباكج هنا وهنا. تمام. وتعالى نشوف برضو المحتويات هيكون شكلها عامل ازاي. بسم الله. طبق مخلل وخضار يحترم. 2 طحينه. 3 عيش. كاتبين اسم المطعم على علب الطحينه المبروك. تقريبا في شوربه كمان ومعاها ليمونه. طبق مكرونه يحترم الصراحه. لا كبير. وادي الربع ومعاه رغيف عيش والمعلقه. يشكروا والله. بسم الله. تعالى ايه نفتح الربع ده كده عشان ده المهم. بص هم 4 ترغيفة برضه 3 يعني والربع تلاتة على وادي والربع الربع على الربع. في اداه 1 2 3 3 كفته وقطعتين كباب 3 وقطعه كبده. وطبق المكرونه واضح جدا ما شاء الله كبير عملاق. واتنين طحينه قلنا وايه الشرب. فبسم الله. ما كانش فيه ما كانش فيه شوربة ولا مكرونة. بص هي شوربة شعرية ولسان عصفور بسم الله. لا كويسة خالص، كويس ملحها مظبوط ولا كويسه مش دسمه قوي بس مقارنه بالتاني لا جميل. تمام. لا في فرق كبير. في فرق. بالنسبه لايه خلينا ايه المكرونه. دوق المكرونه يا استاذ حسام وقول لنا رايك فيها. هو المكرونه بالنسبه لي كلها واحد يعني. ما وحته المفروم اللي فوقيها دي هتدي لها طبعا طعم تاني. لا بس المفروم اللي فوقيها طعمه زي بايت كده، شكلها مش لا زي ما تقول معمولة من زمان. لا ريحتها مش أحسن حاجة. بس دي التتبيلة. والله ما يعني مشيها التتبيله يعني مشيها التتبيله. التتبيلة ظاهرة. مشيها التتبيله. تمام. ماشي. خلينا بعيد عن المكرونة دلوقتي. ايوه. خلينا نبدا بمين؟ بالكفته المهمه. اتفضل يا استاذ حسام. تسلم. بسم الله. هي بالنسبه لي دسمه اكتر من الثانيه. فيها لحمه باينه اكتر من الثانيه. بس التوابل بتاعتها ايه بعيده شويه لسه ما جبتش التوابل بتاعتها. ورحت الشوا في اللي قبل ده كانت ظاهرة عندي. كانت ظاهره عندي شويه بس دي دسمه يعني الدهون فيها باينه اكتر. تعال نجرب معاها برضه الطحينه. الطحينه دي باين انها اتقل من الثانيه. العيش اللي هو اللي كان فوق. والله هو بقى شارب من الدهون بتاعتها عادي يعني. ممكن تجرب دي. الطحينه دي احلى من الثانيه. الطحينه دي بقى هتخليني اكلها بالعيش لوحدها. طعمها حلو جدا الصراحه. كان ناقصها بس ريحة الشوا تظهر شوية كمان. بس دي تتفوق عن الثانيه شويه. طبعا انت الكبده بتاعتك بره عني. تعالى بقى نشوف الكباب.
نفس القطعيه تقريبا بنفس طريقه التسويه، بس المطعم الاولاني كانت واخده حقها في السوق اكتر، ما باينه اكتر من التانيه، بس التوابل بتاعتها ايه بعيده شويه، لسه ما جبتش التوابل بتاعتها. وريحه الشوا في اللي قبل ده كانت ظاهره عندي. كانت ظاهره عندي شويه، بس دي دسمه يعني الدهون فيها باينه اكتر. تعال نجرب معاها برضه الطحينه. الطحينه دي باين بص انها عايزين اتقل من نجرب التانيه، العيش اللي هو اللي كان فوقيه. ولا هو بقى شارب من الدهون بتاعتها عادي يعني. نجرب دي. الطحينه دي احلى من التانيه. الطحينه دي بقى هتخليني اكلها بالعيش لوحدها، طعمها حلو جدا الصراحه. كان ناقصها بس ريحه الشوا تظهر شويه كمان. بس دي تتفوق عن التانيه شويه. طبعا انت الكبده بتاعتك برضه عني. تعالى بقى نشوف الكباب ده. نفس القطعيه تقريبا بنفس طريقه التسويه، بس المطعم الاولاني كانت واخده حقها في السوق اكتر، كانت بتدوب الصراحه. دي لسه فيها سنه ايه، سنه اكتر شويه. هي كويسه بس برضه ريحه الشوا مش ظاهره هنا، مش يعني ايه. انا ما اظنش انها نزلت على النار اصلا. اي هي يعني زي أنا ما ما تقول أظن- اتسلقت بس يعني ما كده. اظنش انها طالت النار حتى. تقريبا. هي كانت تبقى احسن لو طالت يعني ايه شوا شويه بس كده ريحه الفحم. ما اظنش انها طالت النار، ما عدتش من هنا. كده. مستويه اكتر عن اللي قبل دي، بس برضه نفس الكلام. لا بس كويس، لا الكبده كويسه خالص. واضح طبعا الفرق ما بين المطعم المبروك ومطعم ايه رشد الكيال في المحتوى والايه، تقريبا نفس الكميات في الربع، بس الاختلاف طبعا في المكرونه والشوربه. الطحينه هي المخلل والسلطه تمام واحد، بس كده. تمام. اخر حاجه بس كنا حابين نضيفها، المطعم بتاع رشد الكيال سعر الربع فيه 170، المطعم بتاع المبروك سعر الربع فيه 175، يعني الفرق كان 5 جنيه بس. منزلين لنا ب5 جنيه المكرونه والشوربه المكرونه والشوربه بس هم الفرق. مم. تمام كده ان شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جديده ومقارنات جديده. السلام عليكم.